كاسرونه عندها مده ديال شهر تقريبا وهي محروقه ومليوحه ومهموله، وهذه دابا غادي نشدوها غادي نرجعوها بيضه هكا كتشعل وغتصدموا في الاخر وغتشوفوا النتيجه وبارخص ثمن غير بخماره وبالخل. السلام عليكم الخوت، نهاركم مبروك، لاباس عليكم، كلشي بخير. المهم فيديو جديد، شي حاجه زوينه في المستوى كيفاش تحيد الحريق من اي حاجه عندك، ومازال غادي تشوفوا فيديوهات جداد ان شاء الله. الفورنو، مقله، قوامل، اي حاجه محروقه عندك غنوريك الطريقه ديالك كيفاش تحيدها وبسهوله وبلا ما تخسر الفلوس وتمشي تشري الصابون وتمشي تشري شي حاجه اللي غتضيع فيها الفلوس بزاف. شوفوا الفيديو وانا متاكد غادي يعجبكم 100% وغادي تصدموا في الاخر. المهم لي جيم، لي بارطاج، لي كومونتير، شي حاجه بغيتوني نديرها لكم ما فهمتوهاش انا معكم حتى الاخر ان شاء الله. نشدوا ديك الكاسرونه الا كانت صغيره ولا كانت كبيره، ديما حنا نقلبوا على شي كاسرونه تكون كبر منها فين نحطوها فوق البوطه ونحطوا ديك الحاجه اللي محروقه نحطوها وسطها. من بعد ما حطيناها غنهزوا واحد شويه ديال البودره ديال الخماره الحمراء، غادي نخوها في ديك الكاسرونه اللي محروقه، وغادي نزيدوا ليها واحد شويه ديال الصابون. لا بغيتي تزيدي زيدي، ما بيديش بالناقص. وغادي نزيدوا ليها نص كاس تاع الخل ابيض ولا الاخر العادي بحال هذا تقريبا، غادي نخوي عليها. وغادي تزيدي ليها واحد شويه ديال الماء، غتخوي عليها واحد غراف ديال الماء ولا جوج غراف ديال الماء، المهم تعمر الكاسرونه. وغادي نشعلوا البوطه وغادي نحطوه فوقها ونخلوه لمده ديال 5 دقائق ولا 10 ديال الدقائق. شوفوا معايا النتيجه الخوت، النتيجه الخوت كتهز الحروق بدا كيتحيد غير بوحدو. شتي داك الحروق بوحدو بدا كيتحيد، وكيف ما شفتوا معايا الخوت دابا بدا كيتحيد الحريق. اشنو غنديروا دابا؟ غادي نسدوا عليها وغنخلوها لواحد المده ديال ساعه ولا ساعتين على حسب. المهم تجيبي دوره وتغسلي الماء عندك شي اللي عندك الاخر العادي، وغترجعي غتفتحيها. هاد الطريقه اللي غادي تلقاي غتفاجئي ديال بصح ولا غتفاجئ ديال بصح، يعني كاع داك الصدى اللي كان فيها بدا كيتفرتت وكيتحيد غير بوحدو. غتشدي واحد الجيكسه وغتمسحي مزيان، غتحطيها وغتبقاي تمسحي مزيان واحد شويه بهاد الطريقه كما كتشوفي معايا ولا كيف ما كتشوف معايا مزيان. المده ديال واحد دقيقه تقريبا انت كتمسح. من برا هو الاول، عاد ندخلو لداخل هو الاخر. الا كملنا على برا غادي نشدو غادي نغسلوه مزيان على برا كما شفتوا معايا. شوف النتيجه على برا كيفاش تعطات، غتصدمك. ننسى لينا برا غندوزو للداخل، غنعطوها حتى هي دقيقه ديالها من الداخل تقريبا. غنحكوها من الداخل بالشيكسه ولا ديك المقيطه اللي عندك حتى هي مزيانه. وغنغسلوها. وها النتيجه الخوت كيفاش عطاتكم. انا بعدا تصدمت بزاف ومجربه 200% غتعطيك النتيجه مزيانه وطاع بصح وبلا ما تبقاي تعذبي وتحكي بالماء عند الموس وتخسري داكشي ديالك. اللهم هاد الطريقه هادي زوينه وسهله، واخا صبرتي ساعه ولا ساعتين رقدتيها في هادشي غتكون النتيجه زوينه. المهم الا عجبكم الفيديو تسناو فيديو جديد ولا طلبوا اي معلومه حطوها لي في الكومونتير نديرها لكم. شي حاجه كتعصبكم ما كتبغيش تنقى لكم دغيا انا غنحطها. وان شاء الله فيديو قبل من هذا ان شاء الله يكون يا على الفورنو ولا على شي حاجه زوينه كتعنكشتكم. والسلام عليكم، وكنبغيكم بزاف ومن هنا لقدام غتشوفوا غير الجديد ان شاء الله. السلام عليكم.